حكايتنا النهاردة بتبدأ بذئب خفيف الدم اسمه هنفري. كان دايما بيحب الضحك والهزار، وبيحب يلعب ويتزحلق هو وأصحابه في الغابة. ونعرف بعد كده إن هنفري من فصيلة ذئاب اسمها الأوميجا، ودي الذئاب اللي بتكون مش قيادية، يعني تبع الذئاب اللي بتمسك القيادة وبتصطاد. وفي نفس الغابة كان في ذئبة اسمها كيت وأختها ليلي. كيت كانت من فصيلة الألفا، يعني ذئبة قوية وصيادة وشخصيتها قيادية. أما أختها ليلي كانت أوميجا زي هنفري كده، خفيف الدم ومرحة. بس بالرغم من إن كيت وهنفري من فصيلتين مختلفتين، إلا إنهم كانوا أصحاب من وهم صغيرين، دايماً بيلعبوا مع بعض ويضحكوا ويتزحلقوا على الجليد. لكن لما كبروا شوية، وانستون والد كيت وزعيم القطيع قال إن الصداقة دي لازم تخلص، لأن كيت كبرت ولازم تروح تتعلم إزاي تبقى ألفا حقيقية، وتتعلم الصيد والسيطرة عشان لما ترجع تبقى قائدة للقطيع. وساعتها قالها بوضوح إن الألفا ما ينفعش تبقى صاحبة أو قريبة من الأوميجا، دي قوانين القطيع.